السؤال الأول بيقول لي مكعب طول حرفه 10 سنتي. أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة منين بقى؟ من مركز أحد أوجهه إلى أي رأس لا ينتمي لمستوى هذا الوجه. يعني ده الشرط بتاعنا. طبعا نروح نرسم مكعب عادي اهوت، دي المحاور بتاع الاحداثيات، واروح جاي في النص هنا راسم مربع وجواه مربع تاني، واروح موصل الرؤوس دي ببعض. ماشي. انت عايز طول القطعة المستقيمة المرسومة منين؟ من مركز احد اوجهه، يعني مثلا المركز ده مثلا، حلو، الى اي رأس لا ينتمي لمستوى هذا الوجه. طب ما انت المركز ده بينتمي للوجه اللي فوق اللي هو الراس دي ودي ودي ودي، يعني انا عايز اي راس تانية غير دي، يعني دي مثلا، حلو، سمي دي الف وسمي دي ميم. تعرف تجيب ميم؟ انا اعرف اجيب النقطة دي والنقطة دي. النقطة دي احداثياتها ايه؟ 3 احداثيات، ودي كده 3 احداثيات. دي احداثياتها ايه؟ همشي س وعين، يعني الصب بصفر. طب والسين بكام؟ ب10 والعين بكام؟ ب10. طب ودي احداثياتها كام؟ همشي صاد وعين. طب لما تمشي صاد وعين يعني السين بكام؟ بصفر. طب والصاد ب10 والعين ب10. يبقى نقطة المركز احداثياتها ايه بقى؟ 0 و10 على الاتنين، 10 و0 على الاتنين، 10 و10 على الاتنين. حلو. طب والالف دي مش هي بتقع على محور صاد؟ يعني السين بصفر والعين بصفر. طب والصاد بكام؟ ب10. حلو. تعرف تجيب البعد بين النقطتين بقى؟ الف ميم، الجذر التربيعي. 5 ناقص 0 5 تربيع ب25، 5 ناقص 10 5 تربيع ب25، 10 ناقص 0 10 تربيع ب100، واعملها على الآلة يديني كام؟ 5 جذر 6. حلو قوي. فين 5 جذر 6 اللي هو ألف؟ تمام جدا. سؤال سهل مفيهوش أي مشكلة. ده سؤال شبهه بالظبط، وده التدريب رقم 1. عايزك تحله توصل للناتج النهائي وتعالى لي بيه على الفيديو. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وانتظروا باقي ال50 سؤال. يلا، السلام عليكم.